السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضر لكم على المراحل اللي كيدوز منها الزيتون حتى كيخرج كيولي زيت، ماشي في البرايس العاديين ولكن في الكونتيني. أول حاجة هي غسل الزيتون. هنا كيتغسل الزيتون كما كتشوفوا، كيحيد منه الورق وكيتنقى من الغبرة والتراب، كاع داكشي اللي كيكون فيه موسخ كيحيد. كيبقى الزيتون كما كتشوفوا الزيتون صافي ونقي. ملي كيتنقى الزيتون راه كيعطينا الزيت في جودة مزيانة. الزيت كيخرج مزيان، لا في المذاق ديالو ولا في اللون ديالو، كيخرج الزيت مزيان. وهنا في قطع الحجرة، من قطع الحجرة هنا كتطحن بالحجرة. هاد الحجرة حتى هي كاينة في البرايس العاديين في المعصرة العادية، وكاينة في الكونتيني. من هنا ملي كيطحن مزيان. هذه الطحنة الأولى هي اللي كيهبط ثاني المالاكسون، وملي كيهبط المالاكسون ثاني كيعقب تطحن الطحنة الثانية اللي هي هنايا في المرحلة الثانية، هي هاد ديال الطحن. هذا كيتسمى الهراس. هنا كيعاود يتطحن ثاني الزيتون، العجينة ديال الزيتون اللي طاحت الأولى الحجرة كتعاود هنا الطحنة الثانية، كيتطحن مزيان. من بعد من كيتطحن مزيان تما كيدخل هنا المالاكسونات، هما هاد. هيا كل مالاكسون بالرقم ديالها. كيبقى يتمالاكسونا هنا، كيبقى يتخلط. شي راه الزيت خرج، كيبقى يتخلط يدور 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 حتى كيخرج الزيت. كدور مزيان، وكل مالاكسون بالرقم ديالو والنمرة ديالها. ها هو شي ديال الزيت خارج شتي. من بعد كتجي المرحلة الموالية. هنا فين كيتفصل الزيت على المرجان ديالو وعلى الماء. هنا ها هي وحدة كتخرج الزيت، واخرى كتخرج المرجان. ها الزيت ها المرجان. المرحلة راه ساهلة، راه بحال البرايس العاديين، غير البرايس العاديين كيتبريساو بشكل أفقي، وهنا كاين الدوران كيدور. وهاد الفيس هو اللي كيخرج لنا الفيتور اللي كيطيح من تما. من كيخرج المرجان والزيت كيطيح الفيتور، هذا كيخرج على برا. راه لا فرق. وكيسولوك الناس واش مزيانة، راه مزيانة تكون غير بالما بارد. من بعد ما كيخرج الزيت من تما كيطلع لهاد الستير هادي هنايا. هذه هي المرحلة الأخيرة، هذه هي ديال التصفية. كيتصفى صافي. ملي كيتصفى الزيت كيدي الكليان، أو كما كتشوفوا الزيت خضر طبيعي خاتر، ما فيه لا فرق لا والو. هذا هو الزيت ديال كونتيني. دا شي مرات كيقول لنا الزيت ديال كونتيني كي داير. وهذا هي النتيجة النهائية ديال الزيت. ونصيحتي الأخيرة أنا راه لا فرق بين الزيت ديال كونتيني وديال البرايس، غير حاجة وحدة، اللي تكون مطحون في البارد ما يكونش الماء سخون. الكونتيني ما يكونش داير ليه مولاه الماء السخون، لكن ما كتسمى الشوديرة. يكون غير الماء العادي ديال البير بارد راه مزيان. هذا هو الزيت ديال كونتيني، عادية جدا، وكيبقى في اللون ديالو بحال ما كان مدة طويلة.